لو انت بتدور على حلول علشان تبعد عن الفقر وتغنيله، فانت محتاج تعرف ال3 دروس دول من كتاب الاب الغني والاب الفقير لروبرت كيوساكي. بس قبل ما اقولك عليهم ما تنساش اللايك والشير والفولو. انا فيروز يسري وده اقتصاد منزلي. أول درس: وهم الوظيفة الآمنة. على فكرة الاعتماد على الوظيفة بس غلط، لازم نبطل نبص للوظيفة على إنها منطقة الأمان. الوظيفة مهما اديتك ليها حدود، ويوم ما تكبر هيدوك استمارة 6 ويقولك نورتنا. أنا مش بقولك قوم استقيل، أنا بس بقولك لازم يبقى عندك شغلك الخاص. أي شغل هو ده الأمان. اللهم بلغ. تاني درس: الأصول والخصوم. كل حاجة بتمتلكها هي أصول، ودي بقى اللي بتخليك أغنى، وكل حاجة بتتخصم منك بتفقرك. عشان تبقى غني حاول تقلل الخصوم على قد ما تقدر، يعني تستغنى عن حاجات ملهاش لازمة، وزي ما المثل بيقول اتجمز بالجميز لحد ما يجي التين. وكتر الأصول، يعني كل ما يبقى معاك قرشين حطهم في أصول، حتة أرض، دهب، عقار. والله يكتر من أصولكم، قولوا أمين. تالت درس: ما تشتغلش عشان الفلوس، خلي الفلوس هي اللي تشتغل. هتقولي يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو مبرمج كمبيوتر في شركة وعايز تزود دخلك، ما تروحش بقى تشتغل بعد الظهر في شركة تانية. ما هي ما انت كل ما مرتبك هيزيد كل ما مصاريفك هتكتر. طب اعمل ايه؟ هقولك: تشتغل على حاجة بتاعتك، اعمل برنامج وسوق له وبيعه، ولما زباينك تكتر ابقى عين معاك 1 ولا 2 يشتغلوا معاه، لحد ما توصل ان انت تبقى قاعد في بيتكو والفلوس عمالة تجيلك لحد عندك، مش انت اللي تروح لها. سلام عليكم.